اهلا بيكم، ان شاء الله تكونوا بكل خير. تعالوا هنعمل مع بعض دلوقتي البسبوسه. حاجه بصوا مرمله ناعمه طريه، لو قعدت اتكلم عليها من النهارده لبكره الحمد لله يعني مش هديها بجد جمالها وحقها. عايزاكم تجربوها، بس خلي بالكم من كل التفاصيل اللي انا هتكلم عليها كويس جدا. اول حاجه، انا دلوقتي معايا نص كيلو اللي هو 3 كوبايات كبار من السميد الناعم، ونص كوبايه من جوز الهند، ونص كوبايه من السكر، والاتنين ممكن يكونوا كوبايه لو انتوا حابين. معلقتين كبار ونص من عسل الجلوكوز، ومعلقه صغيره بيكنج باودر يا دوب يعني بصوا مش ممسوحه، اقل من ممسوحه، ونص كوبايه لبن، ومعلقه صغيره فانيليا، و3 معالق كبار سمنه، ومعلقه طحينه لدهان الصينيه. هنا انا حطيت الجوز الهند والسكر والبيكنج باودر والفانيليا، قلبتهم كويس، وهدفي اللبن وهنزل بالجلوكوز عليه، هقلبه كويس جدا عشان اعجن بيه. السميد هحط عليه 3 معالق كبار من السمنه تكون طريه، وهفضل ابسهم كويس جدا بايدي لحد لما يتشرب خالص وينعم، وهخليهم عندي جنبي كده حوالي 10 دقايق قبل ما احط الباقي عليهم. بعد ال10 دقايق هحط المكونات الجافه كلها اللي احنا قلبناها، وهقلب تقليبه حلوه جدا براحتي على الاخر. بعد ما اعجن باللبن، دلوقتي حطينا اللبن بالجلوكوز، في الوقت ده ما عجنش خالص، يا دوب هقلب بس بالمعلقه كده من فوق لتحت، عمليه ردم مش اكتر. وعجينتها الصح البسبوسه بتبقى تقيله وماسكه نفسها، ما بتبقاش خفيفه زي ما شفناها كده. هنحط بقى دلوقتي كده معايا صينيه البيتزا وصينيه البسبوسه، دي مخصوص من ايفال التركي، خامه ممتازه يا جماعه، روعه. الالومنيوم بتاعهم مش سبايك، عشان في ناس كتير جدا سالتني بيعمل الاسود ولا لا. لا، هو مش سبايك، هو الومنيوم خام، فبصراحة عبقري، بيوزع الحرارة حلو جدا. هدهن الصينية زي ما شفنا كده بالطحينة، وهبدأ أوزع عندي خليط البسبوسة، وبعد ما أساوي السطح حلو قوي ويتوزع كله سوى واحد، هبدأ أضغط عليه وأكبسه بإيدي، وهدي كده خبطة حلوة للصينية، وأبدأ أقطع بالحجم اللي أنا عايزاه. ممكن جدا ما تقطعهاش، مفيش أي مشكلة. خلاص، انا النهارده عاملاها ساده، لو هنحط مكسرات يبقى هنحطها دلوقتي في الوقت ده، نغرسها كويس جدا في البسبوسه، وندخل بعد كده الفرن. الفرن هيبقى على 180، يتفتح قبلها ب3 دقايق يا دوب، يجيب هبو بس كده حراره عاليه. ادخل الصينيه على طول نص ساعه كامله، لا اكتر ولا اقل. وخلوا بالكم ما يكترش ابدا عن نص ساعه، عشان لو نشفت مش هتشرب الشربات. اول ما يعدي عليا ربع ساعه الاولاني من البسبوسه وهي في الفرن، هبدا اعمل الشربات. هرفع على النار كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، يكونوا قد بعض بنفس الكوبايه، وما تتقلبش لا على البارد ولا على السخن خالص نهائي، ما تجيش فيها باي تقليب. وترفعيها على نار عاليه، تكون اعلى حاجه. اول ما تاخد اول غلوه زي ما احنا شايفين، هنزل بمعلقه الفانيليا الصغيره، وعصير نص ليمونه، ومعلقه عسل جلوكوز كبيره، بدلها عسل نحل لو ما عندكيش عسل جلوكوز. وهتسيبيها بقى تغلي غلوة كمان. بعد كده توطي النار للمتوسطة مش للواطية قوي، وتسيبيها من 5 ل7 دقايق بالظبط، برضو مش اكتر ابدا. لو تقل منك الشربات البسبوسة مش هتشربه. خلاص، هو في يفضل عندي سخن كده فوق البوتاجاز والفرن شغال من جوه. تخرج البسبوسة بعد الربع ساعة التاني، تكون هي مولعة والشربات سخن مولع، انزل على بعض بيها، وزي ما احنا شايفين ما شاء الله بتغلي اهي، وتشرب على طول فورا معايا. هتاخد كمية الشربات كاملة، ما تسيبيش منها ولا نقطة. وبعدين هتاخدي الصينية زي ما هي كده، وتدخليها عندك الفرن، اللي يكون طبعا سخن مطرح السوا بس مطفي، يعني 3-4 دقايق كده مش كتير. خلاص. ايه تاني كنت هقول لكم عليه؟ مهم جدا، زي انا الحمد لله كده قلت لكم على كل التفاصيل اللي انا عايزاكم تكونوا ملتزمين بيها وعارفينها. خلوا بالكم بس ان البسبوسه بالذات تحب الالومنيوم جدا، يعني لما تعرضي او سوري تسوي او تقدمي، خليها دايما في صاج او صينيه الومنيوم. السوا بيكون احسن، بتوزع درجه الحراره بشكل افضل. تفرق كتير جدا 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 عن التeflon مثلا، اي حاجه تeflon او جرانيت مش زي الالومنيوم في البسبوسه تحديدا، يعني بصرف النظر عن اي حلويات تانية، دي بالذات لازم تكون في حاجه الومنيوم. وطبعا كل ما كانت جودته عاليه ونوعه كويس وبيوزع الحراره صح، كل ما اداني سوى سليم. هنا بعد ما قطعناها بصوا ما شاء الله مرمله من جوه وجميله وطريه. انا هنا قدمتها بالبندق، ممكن طبعا تتقدم زي ما هي. بصوا هوريها لكم كمان من جوه عامله ازاي. اللي ما جربش منتجات ايفال يجربها، المنتجات ما شاء الله في منتهى الروعه.
لا بتسود ولا بتجنزر ولا يعني حتى كمان عايزه اقول لكم انها مش بتحتاج سلك في غسيلها.